قلت له بلاش، خايفة جوزي يعرف حاجة عن اللي بينا أو ممكن يشوفنا. وهو ما سمعش كلامي وعمل اللي هو عاوزه. وأنا بصراحة انتهزت فرصة إن جوزي مش موجود، وقضيت أجمل وقت معاه في العيادة. أنا داليا، عندي 27 سنة، متجوزة خالد بقالنا 3 سنين، عايشين في شقة في التجمع. خالد جوزي بيشتغل مهندس في شركة مقاولات كبيرة، وأنا بشتغل سكرتيرة في شركة سياحة. حياتنا كانت روتينية جدا، نصحى الصبح، نروح الشغل، نرجع نتفرج على التلفزيون وشوية كده وننام. وفي الأجازات نروح نزور أهالينا، وساعات بنخرج مع أصحابنا. بس كانت الحياة بتمشي بسرعة من غير ما نحس بيها. وفي يوم خالد رجع البيت كان فرحان قوي اليوم ده، وقال لي إنه اتعرض عليه فرصة شغل في السعودية لمدة سنة، وهياخد مرتب أعلى بكتير من اللي كان بياخده هنا في مصر، وهي فرصة يطور من نفسه ومن شغله. أنا فرحت له جدا، بس كنت في نفس الوقت خايفة من فكرة إنه يسيبني ويمشي. قعدنا نتكلم في الموضوع أنا وهو كتير. خالد كان متردد جدا علشاني، بس أنا شجعته إنه يوافق. قلت له دي فرصة ما تتعوضش، وإن السنة دي أكيد هتعدي بسرعة. في الحقيقة أنا كنت بحاول أقنع نفسي أكتر ما بقنعه، لأن أنا ما كنتش عايزاه يسافر. الأسابيع اللي قبل سفره عدوا بسرعة جدا، وكنا مشغولين في تجهيز الأوراق بتاعته وترتيب كل حاجة. ما حسيناش بنفسنا غير يوم السفر وإحنا في المطار. ساعتها حضنا بعض قوي وكنا بنعيط. وعدني إنه هيكلمني كل يوم أجازة. رجعت البيت، وعدى أول يومين وحسيت بفراغ جامد قوي. الشقة كانت باردة وساكتة، وحسيت إني في سجن. نمت اليوم ده وأنا ببكي، وحسيت إن السنة دي هتبقى أطول سنة في حياتي. أول أيام كانت صعبة قوي عليا. كنت بروح الشغل وارجع، أقعد أتكلم مع خالد عن النت، وبعد كده أنام بدري. وفي الأجازة بتاعتي كنت بروح لماما أو حتى أروح لأختي، وكنت بحاول أشغل نفسي بأي حاجة، شغل، بيت، أي حاجة. بس برضه كنت حاسة بالوحدة. بعد شهر صاحبتي سمر قالت لي إنها مشتركة في جيم في نادي قريب منها، قالت لي اشتركي معايا. في الأول رفضت، بس هي ضغطت عليا وقالت لي إنها هتروح معايا علشان أغير جو. المهم وافقت، وده كان أول تغيير في حياتي. أول ما رحت الجيم حسيت براحة كبيرة قوي. المكان كان جميل ومليان ناس من كل الأعمار. اشتركت ساعتها في الزومبا واليوجا، وبقيت بروح مرتين في الأسبوع، وبدأت أتحسن شوية شوية. في الجيم اتعرفت على ناس كتير قوي، منهم وفاء، ست في الأربعينيات، مطلقة وعندها بنت في الجامعة. شخصيتها كانت مرحة جدا وقليلة في نفس الوقت. بقينا أنا وهي أصحاب جدا وقريبين من بعض. وتعرفت كمان على واحدة اسمها نهى، من سني بالظبط، وخطيبها مسافر برضه. في الجيم خلاني أحس إني مش لوحدي، وإن في ناس تانية عندهم نفس ظروفي. بدأت أخرج معاهم، ساعات نروح النادي أو نتمشى في المول، أو نقعد على كافيه نتكلم. حسيت إن حياتي بدأت ترجع لها الشيوية تاني. وفي نفس الوقت علاقتي بخالد كانت بتتغير. كنا لسه بنتكلم كل يوم، بس المكالمات بقت أبصر، وهو كان دايما مشغول أو تعبان، وأنا كنت ساعات مش عايزة أكلم حد. بعد شهرين من سفر خالد اتعزمت على حفلة عيد ميلاد صاحبتي. أنا مش متعودة أروح النوع ده من الحفلات. في الأول كنت مترددة، بس هي قالت لي لازم تيجي. ودي كانت أول مرة أحضر حفل من غير خالد من ساعة ما اتجوزنا. الحفلة كانت في شقة كبيرة قوي في مدينة نصر. كان فيها ناس كتير، رجالة وستات. الموسيقى والأغاني صوتهم عالي، والجو كان جميل، بس أنا كنت قلقانة ومتوترة شوية. بعدها خلاص بقيت عادي، وبقيت مستمتعة. وتعرفت على واحد اسمه حسام، كان في أواخر التلاتينيات، طويل وشكله جميل. عرفت إنه دكتور أسنان ومطلق من 2 سنين. بدأنا نتكلم ونضحك. حسيت بإحساس إثاري، وحسيت بذنب. أول مرة من سنين أحس إني مهتمة براجل غير جوزي. في آخر الحفلة حسام طلب رقمي. كنت مترددة، بس في الآخر اديتوله، وقلت خلاص دي صداقة عادية. رجعت البيت وأنا حاسة بمشاعر متضاربة، مبسوطة إني خرجت، بس كمان حاسة بالذنب. اتصلت بخالد وحكيت له عن الحفلة، بس طبعا ما جبتش سيرة حسام. حسام بعدها بدأ يبعتلي رسايل على الواتساب. في الأول كانت عادية، لكن مع الوقت الكلام بقى أحلى شوية. كان بيقول كلام حلو،
وبيمدح في شكلي وشخصيتي. حاولت أقاوم بس لقيت نفسي بستنى رسايله وبفرح لما يكلمني، وبدأت أهتم بنفسي أكتر. غيرت لبسي وعملت ستايل شعر جديد وحسيت إني بقيت أجمل. بعد أسبوعين حسام طلب نتقابل في كافيه. رفضت الأول بس هو أنح عليا وقال إنها مقابلة عادية بين صحاب. وافقت وأقنعت نفسي إنها قعدة عادية. وإحنا قاعدين الوقت عدى بسرعة. حسام كان لطيف ودمه خفيف وحسيت إني مرتاحة معاه. حكينا عن حياتنا، ما جبتش سيرة خالد وهو ما سألش. ولما المغرب قرب حسيت إني مش عايزة أمشي. بعد المقابلة دي مقابلاتنا بقت أكتر، وكل مرة كنت بقول لنفسي دي آخر مرة، بس كنت بوافق على اللي بعدها. وفي نفس الوقت علاقتي بخالد قلت، المكالمات قلت وبقيت ألاقي أعذار علشان ما كلموش. بعد شهر من أول مقابلة حسام خدني على مطعم على النيل. المكان كان رومانسي. بعد العشاء اتمشينا على النيل. وقفت أبص عليه، ولما بصيت لحسام لقيته بيقرب. قلبي دق جامد واتوترت، وفجأة لقيته بيبوسني. البوسة دي كانت نقطة تحول، سعادة، خوف، ومعرفتش أبعد. بعدها علاقتي بيه اتطورت وبقينا نتقابل أكتر، ومن ضمن الأماكن عيادة الأسنان بتاعته. هو المفروض بيقفل 12 بالليل، وأنا كنت بروح 12 إلا ربع، ولما الناس تمشي نقفل الباب علينا. وبصراحة أول مرة رحت له عمل معايا علاقة، وبقيت أروح له على طول. حسيت إنه بيعوضني عن غياب بوزي، بس بعدها قلت مش هروح تاني علشان ده غلط. بس للأسف ما قدرتش، كنت بحس إني محتاجاله. وفي نفس الوقت كل ما أفكر في خالد أحس بالذنب وزعل إنه سابني. وفي الشغل زمايلي لاحظوا عليا إني متغيرة، قالوا إني بقيت أجمل وبضحك كتير، بس ما يعرفوش السبب. بعد 6 شهور من سفر خالد فجأة نزل مصر أجازة أسبوعين. بعد ما قطعت علاقتي بحسام دخلت في اكتئاب كبير. حسيت إني خسرت حاجة مهمة. حاولت أركز على شغلي والجيم بس كنت حاسة بفراغ. في الوقت ده صاحبتي عرفتني على صاحبها علاء، راجل أعمال ناجح قوي عنده حوالي 42 سنة. في البداية علاقتنا كانت صداقة، نتقابل في تجمعات. علاء كان مختلف، ناضج، عاقل، عنده خبرة في الحياة. مع الوقت علاقتنا اتغيرت، كان بيفهمني وبيسمعني. وفي يوم بعد سهرة وصلني بالعربية، قبل ما انزل ند عليا، ولما بصيت مسك ايدي وبص ليا وقرب وبسني. بعدها علاقتي بعلاء بقت أعمق وأقوى من حسام. كان بيفهمني أكتر وكان عنده خبرة، كان بياخدني أماكن راقية ويعرفني على ناس مهمين. وفي نفس الوقت علاقتي بخالد كانت بتتدهور، مكالمات نادرة سطحية وأعذار علشان ما كلنوش. لما تعرفت على علاء دخلت عالم تاني، حفلات، سهر، أماكن فخمة. غيرت لبسي وستايلي، حسيت إني حد تاني. وفي يوم علاء قال لي إنه عازمني على رحلة في شرم الشيخ. طلب مني أجازة من الشغل، وفعلا خدت أجازة وقضينا 5 أيام في فندق فخم. وكان بيجي الأوضة بالليل وينام معايا. حسيت بحرية ما حسيتهاش قبل كده، وحسيت إني مش محتاجة خالد. رجعت من الرحلة ولقيت رسالة من خالد إن هو جاي زيارة في جاء أسبوع. اتربكت وخفت لا يكون حد شافني. حاولت أتصرف طبيعي بس كان صعب. هو لاحظ التغيير في شكلي وتصرفاتي، سألني كتير وقلت له إني عادي. وفي نص الأسبوع خالد فاجئني وقال إنه قرر يرجع مصر نهائي. قال إنه حاسس إن في حاجة غلط وعايز يصلح الأمور. اتصدمت، مش عارفة أفرح ولا أزعل. بعد ما رجع كنت مرتبكة، فرحانة إنه رجع وفي نفس الوقت خايفة من التغييرات اللي حصلت فيا. قررت أنهي علاقتي بعلاء. كان قرار صعب بس لازم. كلمته وقلت له إن جوزي رجع ومش هينفع نكمل. علاء زعل وقال لي أسيب جوزي وأكمل معاه، وقال هيعمل لي كل اللي نفسي فيه، بس أنا رفضت. الشهر اللي قبل رجوع خالد كان صعب. حاولت أرجع لحياتي القديمة، غيرت لبسي، ستايل شعري، وقطعت علاقتي بالناس اللي اتعرفت عليهم. بس كنت حاسة إني بضيع جزء مني، بس قلت لازم. حاولت أتعامل مع خالد بس كان في حاجز بينا، وهو كمان حس. كان بيسأل كتير عن اللي حصل
وأنا أقول نص الحقيقة. الأسابيع الأولى كانت صعبة، بنحاول نرجع زي زمان، بس واضح إن حاجات كتير اتغيرت. وفي يوم قاعدين في البلكونة، خالد فجأة سألني: هو في حد تاني في حياتك؟ السؤال ده خبطني، قلبي وقف، معرفتش أرد، سكت وقعدت أعيط. كان إجابة. خالد قام من مكانه، بصلي، عينه فيها أمل وحزن. حاولت أتكلم بس الكلام مش طالع، وحسيت لازم أحكي كل حاجة، مش علشان أبرر بس علشان أكون صادقة. بدأت أحكي له كل حاجة عن وحدتي والفراغ وحسام والحفلات والحالية، كل حاجة. بس ما قلتش لهم إن حد منهم نام معايا، ما قدرتش، وكنت بعيط وهو ساكت، عينه فيها صدمة وحزن وغضب. بعد ما خلصت كلام قعدنا ساكتين فترة طويلة، سكوت أصعب من الكلام. بعدها خالد قال بصوت هادي إنه حاسس إن في حاجة غلط من زمان، بس ما توقعش توصل لكده. وسألني: لسه بتحبيني؟ ولسه عايزة تكمليني معايا؟ السؤال خلاني أفكر، هل لسه بحب خالد؟ ما كنتش عارفة. قلت له محتاجة وقت. خالد وافق، بس قال مش هيستنى كتير، وقال إنه مش عارف يقدر يسامح ولا لأ. بعد المواجهة حياتنا اتقلبت، بقينا عايشين في نفس الشقة بس كل واحد في أوضة. بدأت أراجع كل حاجة حصلت، ندمت، مش بس على خيانتي لخالد لكن لنفسي. الفترة دي غيرتني كتير، وفهمت حاجات عن نفسي والحياة. قررت أروح لدكتور نفسي، الجلسات ساعدتني، فهمت ليه عملت كده وإزاي أتعامل مع مشاعري. وفي الشغل بقيت منعزلة، وزمايلي لاحظوا واتقال عليا كلام، بس ما اهتمتش. ماما كانت بتتصل كل يوم، وفي الآخر حكيت لها. زعلت جدا، وبابا رفض يكلمني فترة، وخالد كان مكسور، كان بيقعد لوحده يفكر، وأنا نفسي أحضنه بس خايفة. بعد أسبوعين خالد كلمني وقال إنه فكر كتير، وقال مش هينفع نعيش مع بعض تاني. وقتها اتلخبطت، طلبت فرصة، اداني فرصة فعلا. بس بعد 6 شهور حصل موقف قلب كل حاجة. كنا في المول نشتري حاجات، خالد دخل الحمام وأنا واقفة قدام. فجأة لقيت علاء قدامي، قلبي دق وتوترت. قال إنه مشتاق وعايز يتكلم. حاولت أمشي، بس وهو ماسك إيدي سمعت صوت خالد ورايا. خالد شاف علاء ماسك إيدي وشافه بيكلمني، واللي حصل بعدها كان كارثة. خالد هجم على علاء وحصلت خناقة كبيرة، والناس وقفت والأمن جه وفرق بينهم. رجعنا العربية ساكتين، خالد متعصب وأنا بعيط. حسيت إن كل اللي بنيناه وقع في لحظة. في البيت بدأت المواجهة الحقيقية. خالد انفجر وقال إنه حاول يسامحني ويثق فيا، بس شكله غلطان. سألني إزاي لسه على اتصال بعلاء وليه كدبتي. حاولت أشرح إنها صدفة، بس هو ما صدقش وقال الثقة اتكسرت ومفيش أمل نكمل. وقتها حسيت لازم أكون صادقة. قلت له إني حاولت أرجع زي زمان، بس جزء مني اتغير ومش بيرجع. قلت له إني لسه بحبه، بس مش متأكدة ده كافي ولا لأ. قعدنا نعيط ونتكلم بالساعات، وفي الآخر اتفقنا على الطلاق. مشينا في إجراءات الطلاق واتطلقت من خالد، ومع الوقت بدأت أشوف الدنيا بشكل مختلف. صح إني غلطت، بس اتعلمت درس مهم. بدأت أسامح نفسي، وفهمت إن جلد الذات مش هيفيد، المهم اتعلم ونبقى أحسن. علاقتي بأهلي اتحسنت، ماما وقفت جنبي وبابا سامحني. الحياة مليانة اختيارات صح وغلط، والمهم نتعلم من كل حاجة. ومش عارفة إيه اللي هيحصل بكرة، بس متأكدة إني هكون أقوى، لأن في الآخر الحياة رحلة بنتعلم فيها كل يوم حاجة جديدة. أنا عايزة أسألكم، لو حد منكم كان مكان خالد كنتوا هتعملوا إيه؟ مستنيين ردكم في التعليقات.